ما انت ما تفهمنيش ان انت عايز تأجل، وما تفهمنيش ان انت تعبان ومودك وحش عشان ده الطبيعي. لا، انت للأسف انت بتزرع جواك صفات وبتزرع جواك شوية حاجات كده لو انت اتربيت عليها من صغرك. خليني اقولك ان الكلام ده هيأثر عليك بعدين لما تيجي تكبر. هيأثر عليك في ان انت دايما هتهرب من اي حاجة فيها تعب، اي حاجة حرفيا، بس انت هتهرب منه عشان شغل متعب ومرهق بالنسبة لك. انت هتبقى عدو نفسك وانت اللي بتحبط نفسك. انت مش واثق في قدرات نفسك، فخليك ناصح، خليك ناصح وربي نفسك كويس. عايزك تعرف ان في الوقت ده اللي انت مريح فيه وشايف ان انت مراكم حاجات كتير وان خلاص الوقت عدى وان خلاص، عارف انت زي ما بيقولوا ايه، باظت. فطالما خلاص باظت فبيقول لك خلاص بقى، يعني هعمل ايه في ايدي، اعمل ايه؟ فبتلاقي دايما زي ما قلت لك شيطان الكسل بيبدأ يخش لك من الحتة دي، ان خلاص احنا مراكمين حاجات كتير وان احنا ما ينفعش ان احنا نكمل، او ان حتى لو كملت فانت خلاص انت كده ضعت. ولكن خليني اقولك ان النتيجة دي مش بايدك، عمر ما كانت النتيجة بايدك. انت لو ربنا سبحانه وتعالى كان مقدر لك حاجة، اعرف ان انت كده كده هتشوفها، حتى ولو الدنيا كلها اجتمعت على ان انت ما تخشش او ان انت ما تشوفش النصيب ده، كده كده هتشوفه لان هو نصيبك وقدرك. ولكن لازم تاخد بالاسباب. فحتى ولو انت لسه قدامك عدد ساعات قبل امتحانك، مش ايام، عدد ساعات قبل امتحانك، ولكن عملت اللي في ايدك، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله رب العالمين مش هيخذلك. ولكن اعمل كل اللي في ايدك. ممكن يجي واحد، انا عارف ان في ناس بتيجي تكلمني في الحتة دي، انا كنت تعبان في فترة ما واجلت حاجات كتير، فانا حاسس ان انا تعبان، فانا حاسس ان انا عايز اجل السنة. فيجي في دماغه تفكير ان هو لو اجل السنة فكده هو هيقدر انه يعمل حاجة احسن، ويقدر السنة اللي جاية انه يعوض ويعمل. طيب الكلام ده انت ممكن تفكر فيه، ولكن لو انت امتحانك مثلا خلاص فاضل عليه ساعة ساعتين، ممكن تبدأ ان انت تفكر خلاص انا مفيش حاجة في ايدي ان انا اعملها. فنقدر نقول ان قرارك ساعتها مبرر شوية، ولكن انت لسه قدامك وقت. فالناس اللي هي بتفكر في ان هي اأجل السنة او ان انا معيش وقت، انت بتفكر ازاي؟ انت لسه قدامك عدد ايام انت قادر ان انت تلم فيه. ما بتكلمش على الانجليش، انت قادر تلم فيه على قد ما تقدر في كل المواد. فليه روح الانهزامية اللي عندك؟ ليه روح الاستسلام اللي عندك من وانت لسه صغير؟ لان انت متخيل ان انت لسه صغير وشخص انهزامي بالطريقة دي، او شخص التعب بالنسبة لك انت بتحاول تهرب منه. ما انت ما تفهمنيش ان انت عايز تأجل، وما تفهمنيش ان انت تعبان ومودك وحش عشان ده الطبيعي. لا، انت للأسف انت بتزرع جواك صفات وبتزرع جواك شوية حاجات كده لو انت اتربيت عليها من صغرك. انت لسه دلوقتي ما شفتش حاجة في الدنيا، فلو اتربيت عليها من صغرك خليني اقولك ان الكلام ده هيأثر عليك بعدين لما تيجي تكبر. هيأثر عليك في ان انت دايما هتهرب من اي حاجة فيها تعب، اي حاجة حرفيا هيبقى فيها تعب. ايا كان شغل، ممكن يكون شغل كويس جدا ليك بس انت هتهرب منه عشان شغل متعب ومرهق بالنسبة لك. ربنا يرزقك مثلا بفرصة معينة فانت تحس ان هي الفرصة الذهبية بالنسبة لك، بس برضو عشان هتلاقي فيها شوية تعب فهتهرب منها. فعشان كده ما ينفعش من وانت لسه صغير تبدأ تهرب من التعب، او عشان الرحلة بتاعت ثانوية عامة هي رحلة متعبة بالنسبة لك فانت بتحاول تلاقي اي حل عشان تهرب من التعب ده. الحل بقى ممكن يكون في ان انا عايز اجل السنة، او الحل في ان انا مثلا انا كده كده مراكم، لا انا خلاص انا عايز انجح وخلاص. لا ما ينفعش. ومش هقدر ان انا بصراحة ادعمك في الحتة دي، ومش هقدر ان انا ادعمك نفسيا في حتة ان انت عايز تأجل. ممكن نفكر ونعمل كذا وكذا. لا يا صديقي العزيز، خلينا اقولها لك قولا قاطعا، ان انت كده بتربي نفسك على حاجات غلط. وبالذات بقى لو انت شاب وبتفكر في الكلام ده، فخلينا اقول لك ان انت لما تكبر هيبقى عندك مشاكل كتير جدا جدا جدا، فانت مش هتعرف توصل لاي حاجة بتحلم بيها، لان هتبقى انت عدو نفسك. انت هتبقى عدو نفسك وانت اللي بتحبط نفسك. انت مش واثق في قدرات نفسك، فخليك ناصح،
خليك ناصح وربي نفسك كويس. مش عارف اقول لك ايه، بس شد حيلك، شد حيلك، عشان هي كده كده الدنيا متعبة. الدنيا لازم هتلاقي في كل رحلة انت ماشي فيها ايا كان. انت دلوقتي في رحلة ثانوية عامة، فهي بالنسبة لك اكتر حاجة تعب شفتها في حياتك، ولكن بعدين انت هتشوف حاجات كتير متعبة اكتر من ثانوية عامة. فما تتعودش من وانت صغير ان انت تهرب من الحاجة اللي فيها تعب. فشد حيلك. ماشي؟ ماشي.